أشرف بن شرقي يفاجئ الأهلي بهذا التصريح المثير قبل انتقاله لبيراميدز بشكل نهائي. تابع ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد أو حصري. النجم المغربي أشرف بن شرقي خرج بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة المغربية منذ قليل، فاجأ بها المسؤولين في النادي الأهلي. قال بن شرقي: خلال الفترة الماضية تلقيت عدة عروض كثيرة من أندية شمال إفريقيا وبعض أندية الخليج العربي، ولكن الغريب في الأمر أن بعض الإعلاميين في مصر وللأسف في قنوات تلفزيونية معروفة نقلوا أخبار عني ليست لها علاقة بأرض الواقع وما يحدث فيه. أحد الإعلاميين الكبار في مصر صرح بأني قد وقعت رسميا للنادي الأهلي وأنهيت كافة الأمور مع المسؤولين في الأهلي، وكل هذا لم يحدث منه شيء. النادي الأهلي نادي كبير جدا ويعتبر من أكبر أندية إفريقيا والوطن العربي، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا، ولكن النادي الأهلي لم يتواصل معي سواء بشكل رسمي أو بشكل خاص، ولم يحدث مني كل ما أشيع بإني رفضت عروض كثيرة من الأهلي. من فينا لا يحب أن يلعب للنادي الأهلي المصري؟ هذا شرف كبير لأي لاعب. أنا لعبت للزمالك المصري وأستطيع أن ألعب للأهلي وبيراميدز وأي فريق آخر في مصر. أنا في النهاية لاعب محترف وهذا عملي والجميع يحترم ذلك. واختتم أشرف بن شرقي: خطوتي القادمة ستكون في مصر وبيراميدز هو الأقرب حتى الآن. يتبقى بعد الرتوش الأخيرة في المفاوضات مع أخي ووكيل أعمالي، وعندما يتوصلوا لاتفاق سأعود من فرنسا إلى مصر مباشرة للتوقيع على العقود.